مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي اذاعه بوير اف ام على الموجه 103.5. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج صحتك في الدنيا، برنامج توعوي صحي طبي بنستضيف فيها اطباء لنسلط الضوء على بعض المواضيع الطبيه يلي بتخص بعض الامراض. وضيفنا بالاستوديو وبهالحلقه وهالاسبوع الدكتور لازقين، اخصائي بامراض العظام والمفاصل وجراحتها. اسمحوا لي رحب بضيفي الدكتور لازقين. يسعد مساك دكتور. يسعد مساك استاذ عماد، اهلا فيك وبجميع مستمعي اذاعه بوير اف ام. اهلا وسهلا. مستمعينا يلي حابب ينضم لنا طبعا عبر الرقم الأرضي 429 101 أو عبر الواتساب 093 82 80 81 4. فيكم تنضموا لنا يلي برات البلد أيضا عبر البث المباشر بويار عربي. بتكتبوا أي سؤال بيخطر على بالكم بمجال الجراحة العظمية، رح نجاوب على السؤال بآخر الحلقة. طبعا سلاماتنا لزملائنا بالكنترول شيرين ولافا. رح كون أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، ومثل ما ذكرت ضيفي الدكتور لازقين حسن، إخصائي بأمراض العظام والمفاصل وجراحتها. موضوعنا اليوم شوي مختلف، طبعا رح يخص شريحة معينة للناس، هي الإصابات عند الرياضيين أو الإصابات الرياضية إذا صح التعبير. لنعرف شو هي هالإصابات هاي، شو الأسباب اللي تؤدي لهالإصابات، كيف بيتم العلاج والتدبير، والعديد من الأسئلة رح نطرحها على ضيفنا الدكتور لازقين. بداية رح يشرح لنا الدكتور لازقين أنه شو بنقصد بالإصابة أو إصابات الرياضيين، شو هل هي الأشياء على الإصابات. لا يحكي لنا إياها الدكتور لازقين. طبعا الرياضيين خلال ممارسة الرياضة، مثل ما هو معروف يعني ممكن يتعرضوا لشتى أنواع الردود والأذيات بمفاصل أو بمناطق مختلفة من الجسم. هلا طبعا الرياضة بتعتمد، هي الإصابات بتعتمد على نوع الرياضة، على طبيعة الشخص اللي عم يمارس الرياضة، عمر الشخص اللي عم يمارس الرياضة. فمجال واسع جدا من الإصابات بنشوفها بتتراوح بين الأذيات البسيطة لحتى الكسور البسيطة، حتى تمزق الأربطة البسيط، حتى المتوسطة الشدة للشديدة، حتى في بعض الأحيان ممكن تلاحظ كسور معقدة عند الرياضيين. هلا لحسن الحظ بنية الرياضي عم تساعدنا انه نتلافى هاي الاصابات المعقدة والشديدة اللي عم نحكي عليها. فبنية الرياضي باعتباره يعني شخص اكيد رح يكون رياضي، طبعا. فما رح يكون ما رح يكون ذو بنية ضعيفة، وممكن يتجنب عن طريق حركات معينة، عن طريق مقاومة معينة، انه يتجنب حدوث الاصابات والاذيات الشديدة عنده. هلا استاذ عماد، اذا عم تسأل اشياء الاصابات عندهم، أشيع منطقة للإصابة عند الرياضيين هي الركبة، تماما. مفصل الركبة. وبتتراوح مثل ما حكينا بين أذية بسيطة لحتى كسور معقدة. علاجها بيتراوح بين ممكن يعني مسكن بسيط مع رباط ضغط، ممكن حتى يوصل أحيانا لبعض العمليات المعقدة بالركبة. مثل ما حكينا إصابات ذو مجال واسع، بتعتمد على نوع الرياضة، على طبيعة الشخص الممارس الرياضة، والعلاج والتدبير بيختلف حسب نوع الأذية. أكيد. دكتور، السبب مثل ما ذكرتوا أحيانا لأنه الشخص اللي بينصاب عادة بيكون رياضي، ربما تكون الإصابة ربما تكون أقوى، حتى مثلا بتختلف لنوع الرياضة، مثلا رياضة الملاكمين ورفع الأثقال اللي يعني بتنشأ إصابة ربما تكون كتير يعني شديدة. منشأ هالإصابات هاي وسبب هالإصابات شو بتكون عادة؟ هلا سبب هالإصابات هي غالبا إنه مثلا ممكن يكون أذية التوائية، يعني التواء معين بمفصل، ممكن يكون اصطدامية، نعم. يعني اصطدام بجسم قاسي، سواء الجسم القاسي يكون جسم قاسي مادي أو شخص جسم آخر أو قادي جسم. أو جسم قاسي، يعني قصدي مادة جامدة، وممكن شخص نعم. مقابل الشخص الرياضي. فممكن تكون التوائية بدون أي أذية اصطدامية، ممكن تكون اصطدامية، ممكن تكون أحيانا أذية سقوط، يعني تماما. نتيجة انه والله الرياضي وقع على الارض، صار عنده اذية بمكان ما من الجسم. فبنرجع بنحكي يعني انه باعتبار في حركة وفي مثل ما بيقولوا نشاط معين، فرح تكون الأذية
معتمدة على نوع الإصابة. الإصابة. نعم، تماما. يعني قصدي الإصابة معتمدة على آلية الأذية. أكيد. آلية الأذية سواء كانت التوائية أو مثلا، طبعا التوائية دورانية أو اصطدامية أو حتى سقوط يعني من ايه. هذا اذا تجنبنا طبعا الاذيات المقصوده اللي هي مثلا ممكن لا سمح الله انه والله يكون في تقصد معين يعني بقصد تماما. الايذاء يعني، وهي طبعا نقول ان شاء الله ما بنشوفها او غالب أكيد. بحكم انه الاخلاق الرياضيه ما بتسامح. أكيد نعم. طبعا. بتضل هاي كمان مثل ما حكينا من شوي، بتضل على نوع الرياضة. احنا بنكون الرياضة هي نفسها عدوانية مثل رياضة الملاكمة وبعض الرياضات قاسيه نوعا ما. قاسية نعم نوعا ما. نعم. تماما. دكتور، هو معنا تليفون، رح ناخذ هاتف عبر الرقم الأرضي 429 101. ألو، مساء الخير. الو. ألو، مساء الخير، تفضل. مساء الخير، يعطيك العافيه دكتور. يا أهلا وسهلا. شلونك؟ بس لو تعرفنا عن حالك. مصطفى حجي من القامسي. مصطفى حجي، أهلا وسهلا. الله يخليك يا رب. هلا في عنا ثواني خليك معي، رح نخلي الدكتور يحط السماعة لحتى يسمعك منيح. تفضل أخي مصطفى حجي. دكتور يعطيك العافيه. الله يعافيك على عيني مصطفى. شلونك؟ اهلا مصطفى. اللي عنا كنا بالعمر بالصغر كنا نلعب رياضه، بس كل ما نقعد على الركبه في شبه تمزق وفي طقطقه بالركبه. الدكتور ايش بيكون هاي حادثه؟ ايش قد العمر مصطفى؟ العمر 40. الله يزيدك صحة. تسلم حبيبي. إيه. هلا مصطفى، إذا اتقى بالركبة بدون ألم بدون بنسميه قفل يعني بدون انعقال قفل بالركبة، بالطقة لحالها ما لها مشكلة أبدا. أما إذا ترافقت الطقة مع ألم أو انعقال يعني قفل بالركبة، فممكن يكون في أذية غضروفية بالموضوع أو أذية رباطية بتتطلب إنه يفحصها طبيب، وممكن يعمل أشعة رنين مغناطيسي لحتى يكشف السبب ويعالج الحالة. أما إذا الموضوع طاقة، فقط تقوية عضلات الركبة بعد التمارين البسيطة اللي بتساعدك على إنه تقوي عضلات الركبة وتخفف الطاقة. والله كل ما بدك تكون متقعد بيضل في طقطقه، في صوت بالاجر. الطاقة لحالها ما في مشكلة أبدا. ما في مشكله أبدا. اشكرك. أهلا اشكركم على الاذاعه الحلوه. أهلا وسهلا فيك أهلا. أخ مصطفى، نتمنى لك السلامة. رح أعيد أذكر المستمعين اللي حابب ينضم لنا أو أي حد عنده سؤال. اليوم موضوعنا هو عن أشياء الإصابات عند الرياضيين. ضيفنا الدكتور الأخصائي بأمراض العظام والمفاصل وجراحتها دكتور لازقين حسن. وصلنا لعند بعض الإصابات اللي ذكرها الدكتور، إنه الدكتور تتصنف هل هالإصابات هاي في إلى أنواع وتصنيفات؟ هلا مثل ما حكينا ممكن تكون الأذية وثي يعني أذية بالأربطة بالمفصل المصاب، ممكن تكون خلع يعني. نعم. إنه والله مفصل عظم غير مكسور لكنه عظم في غير مكانه. نعم. أو مفصل غير في غير مكانه خلع. نعم. تمام. وممكن تكون كسر. تمام. فنعم، تصنيف الأذيات هي ممكن تكون تمزقات بالأربطة على درجاتها المختلفة، ممكن تكون خلوع على درجاتها المختلفة، وممكن تكون كسور على درجاتها المختلفة. بكل هالشي بنصادفه، بس أشياء الإصابات هي الأذيات الرباطية حتى الخلع ممكن نشوفها. أذيات الكسور لحسن الحظ يعني أقل من غيرها، ما نقول ما بنشوفها بس أقل من غيرها نتيجة قلة الرد، أو الرياضي بيكون عنده ردة فعل، في ردة فعل يتجنب تماماً. الكسر تماما. نعم. رح أذكر مستمعينا أي حدا حابب ينضم لنا 429 101 هو رقمنا الأرضي. فيكم تنضموا عبر الواتساب 093 82 80 81 4، عبر بثنا المباشر بوير عربي على البث الفيسبوك صفحة الإذاعة. فيكم تنضموا لنا. أي سؤال بيخطر على بالكم فيكم تكتبوا رح نجاوب عليه. دكتور، كيف هلا برنامجنا هو ربما يكون توعوي أكثر مما يكون تشخيصي. بيسمعونا هلا فئة معينة من الرياضيين لحتى يستفيدوا من هالحلقة الحلوة والاستضافة الجميلة بالنسبة لكم. دكتور، كيف هلا شخص ما موجود بالملعب أو بمكان عند الرياضي، كيف يجب التعامل مع هذا الشخص المصاب لحتى الشخص اللي خلينا نقول المسعف يعني المسعف. هلا مجرد حدوث أي أذية يعني بخلال ممارسة الرياضة، المفروض من مثل ما حكيت المسعف أنه نوعا ما
وبدراية تثبيت الطرف المرضوض المرضو. أو المتأذي، يعني سواء هو طرف علوي طرف نقص في الذراع والساعد واليد، تماما. أو طرف سفلي اللي هو الورك والفخذ والساق والقدم. فالتثبيت ممكن تكون يعني رباط معين أو حتى يعني تثبيت بجسم، خلينا نقول مرن، صلب أو مرن. بعض الأحيان جسم الصلب، بس شرط ما يكون في ضغط شديد. نعم. لحتى يوصل المصاب إلى المشفى وينعمل له الإجراءات التشخيصية اللازمة، وبالتالي يشوفوا طبيب الرضية أو طبيب الجراحة العظمية. هلا اذا لا سمح الله في جروح ممكن كمان انه تماماً. تصدر أحياناً. تحدث بالملعب، كسر مفتوح. كسر مفتوح. نعم، انه تضميدها بشاش معقم مع بوفيدون. يفضل عدم وضع المراهم على الجرح المفتوح قدر الامكان، لانه ممكن في مرحله لاحقه تسبب يعني لا سمح الله انتان او شغله هيك. فالمعقمات السائله افضل بهيك حالات من المراهم والكريمات. فوضع ضماد معقم مع بوفيدون وتثبيت الجرح بشكل كويس لحين نقله إلى المشفى. بكل الأحوال يعني تثبيته بشكل جيد ونقله بشكل جيد، لأنه بعض الأحيان لا سمح الله أذيات العمود الرقبي والعمود العمود الفقري بشكل عام تماما. ممكن تتحول الأذية من أذية بسيطة إلى أذية معقدة، قد تسبب أحيانا عقابيل وخيمة. نعم. المصاب بسبب التحريك الجائر أو التحريك غير غير الجيد للمريض. فأي شك بأذية بالعمود الفقري على مستوى العمود الرقبي أو الظهري أو القطني، يفضل أنه ينقل المصاب بوضعية مستقيمة على جسم صلب قاسي لحين رؤيته أو حين إسعافه للمشفى وقيام الطبيب بالتدابير اللازمة. نعم. دكتور، حابب لو تشرح لنا للمستمعين انه الكسر المفتوح شو هو والكسر الغير مفتوح. نعم. حتى كمان هلا الكسر المفتوح هو كسر بمنطقة معينة وحدث فيه جرح، يعني كسر مترافق مع جرح، سواء كان هذا جرح من الداخل للخارج أو من الخارج للداخل. من الخارج للداخل في أذية يعني من بجسم معين أو مادة معينة، أو حتى ممكن لا سمح الله هلا هو تجاوزنا موضوع الإصابات الرياضية، ممكن تكون طلق ناري من برا لجوا. تماما. ففي شيء غريب دخل الجسم. أجنبي. نعم. الأذيات الكسور المفتوحة من الداخل للخارج، إنه العظم نفسه ثقب الجلد. ما في شيء سبب الأذية من العظم انكسر وتبارز وثقب الجلد. وهاي طبعا الكسور المفتوحة للأسف بالنوعين، يعني ليست كسور سهلة، بس بالعموم الكسور المفتوحة من الداخل للخارج نوعا ما أفضل تدبيرا من الخارج للداخل. ما في يكون في جسم أجنبي على الأقل. فوجود الكسور المفتوحة لحسن الحظ عند الرياضيين نوعا ما قليل الحدوث، لكن إذا حدثت شد الطرف بوضعية يعني إنه الحصول على استقامة قدر الإمكان جيدة للطرف مع تثبيت الطرف بشكل يعني مؤقت لحين وصول المريض للمشفى، لتجنب حدوث أذيات لاحقة قد تكون أذية وعائية مثلا. تماما. نعم، أو أذية حتى عصبية. نعم. دكتور، عندكم باختصاصكم الجراحة العظمية كيف بتشخصوا نوع الإصابة؟ هاي إصابة فلانية، هاي إصابة فلانية. هلا ألف بقى الجراحة العظمية، وخلينا نقول يعني البداية التشخيص عندنا هي فحص المريض. فحص المريض بشكل جيد يعطيك فكرة عن طبيعة الأذية أو الإصابة الموجودة عند المريض. بالدرجة الثانية بتجي الأشعة، في مقدمة الأشعة البسيطة اللي هي بتعطيك إنه بنية العظم، إنه تفرق اتصال العظم، الكسر الموجود، التفتت الموجود بالكسر، منطقة الكسر. بعض الأحيان ما بنكتفي بالأشعة البسيطة، بنضطر لإجراء الطبقي المحوري ببعض حالات. ووجود الرنين المغناطيسي حللنا مشكلة كبيرة جدا، خاصة عند الرياضيين وخاصة بمنطقة الركبة، لأنه بيعطينا فكرة كويسة عن حالة الأربطة والغضاريف بالركبة. وبالتالي التدبير اللي لازم يتسوى للمريض ترى هو تدبير محافظ، اللي هو علاج دوائي وممكن علاج فيزيائي وتقوية عضلات الطرف، ولا ممكن يحتاج لعمل جراحي. فمثل ما حكينا، فحص المريض، الأشعة البسيطة، الطبقي المحوري، الرنين المغناطيسي، كل هذول إجراءات مساعدة لحتى كشف الإصابة وتحديد التدبير اللازم.
تماما. دكتور، لحتى مستمعينا يستفيدوا، ايمت اي شخص انصاب بإصابة رياضية مثل ما ذكرته من شوي، ايمت على المريض هذا انه يراجع الطبيب، يراجع المركز، العيادة؟ هلا يعني ممكن مثل ما حكيت استاذ عماد، يعني ممكن بعض الاذيات البسيطه ما تتطلب ابدا انه يراجع الطبيب، طبيب او مشفى. ممكن تكون عباره عن وثي بسيط، يعني تمزق ابرص بسيط يحل المريض او شخص له خبره بالملعب، او صديق له زميل له برباط يعني ضاغط، او مثلا حزام مدعم لمده كم يوم وبيتحسن. وهي كثير بنشوفها يعني. تماما. أما الحالات اللي تستدعي مراجعة الطبيب هو شك بوجود كسر واضح، يعني اللي هو مثلا تشوه بالطرف، يعني صار منظر الطرف غير مألوف، أو مثلا ألم شديد جدا، أو عدم القدرة على استعمال الطرف، سواء كان الطرف علوي أو طرف سفلي، ولا ما عاد يستعمل إيده أو ما عاد في يوقف على إجره، أو مثلا بعض الحالات اللي بترافق مع مثلا خلينا نقول إنه والله ما عنده ألم هيك، بس لا سمح الله صار عنده مثلا فقد إحساس بمنطقة معينة من جسمه، أو عدم القدرة على تحريك منطقة معينة من جسمه. ممكن ترافق هدول يعني بوجود، أو ممكن الشك بهيك حالات بوجود أذية عصبية مرافقة. فكل هدول الحالات تستدعي إنه يراجع المشفى وينعمل له الشيء اللازم حتى ينكشف الحالة. تماما. حابب أذكر مستمعينا ومشاهدينا، طبعا تحية خاصة للطبيب ياسر أحمد متابعنا، بيوجه تحية للدكتور لازقين حسن. يسعد مساك دكتور ياسر. مستمعينا، أي حدا هلا عم يسمعنا بمدينة طامشلي وضواحيها عبر البث المباشر بوير عربي أو على الموجة 103.5، هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالإذاعة وبالاستوديو الدكتور لازقين حسن، اختصاصي بأمراض العظام والمفاصل وجراحتها. موضوعنا بخص إصابات الرياضيين، ووصلنا ل تقريبا معلومات مهمة وهامة جدا حكى لنا إياها الدكتور. لحتى نتعرف شوي أكتر، أو حدا عنده سؤال فيكم تنضموا لنا 429 101 واتساب 093 82 80 81 4. دكتور، من ضمن سياق حديثكم ذكرتوا كتير الحالات، يا ترى شو هي الأخطر الحالات اللي بتمر عليكم كالعيادة، وخلينا نقول إنه شو هي الأخطر الإصابات عند الرياضيين؟ هلا أخطر الإصابات عند الرياضيين بصراحة لا سمح الله هي إصابات العمود الفقري. تمام. وهي لحسن الحظ يعني قليلة الحدوث. نعم. إصابات العمود الفقري اللي هي يعني لا سمح الله كسر بالفقرة، أو أذية نخاع شوكي ممكن توصل لحد لا سمح الله يعني أذية شديدة تسبب خزل أو شلل بمنطقة معينة من الجسم، أو حتى لا سمح الله بأذيات العمود الرقبي ممكن تكون خزل رباعي. هي أخطر الإصابات، ولكن لحسن الحظ ليست أشيعها. أما إذا حكينا أشيع الإصابات، إذا فينا نسأل أشيع الإصابات، أشيع الإصابات عند الرياضيين هي إصابات الركبة. خاصة أنه الرياضة الأشيع في منطقتنا هي كرة القدم. تمام. كرة القدم. فأشيع الإصابات هي إصابات الركبة والكحل. الركبة بالدرجة الأولى والكحل بالدرجة الثانية. نعم. وأذياتها يعني كمان لحسن الحظ أنه معظم الأذيات هي أذيات بسيطة تتطلب الراحة وتثبيت الطرف لمدة معينة، وتناول المسكنات يعني الأدوية المضادة للالتهاب والمسكنة والمضادة للوثم، يعني حسب الحالة. لكن بعض الحالات تكون نعم شديدة، تتطلب إصلاح رباطي أو إصلاح غضروفي والتداخل عليها. هلا لحسن الحظ تطور الطب، يعني صرنا بالأذيات الرباطية والغضروفية نشتغلها بالتنظير. بعض الحالات لا سمح الله كسور بالركبة، كسور بالكاحل، تتطلب حتى تثبيت بوسائل الاستجدال المعدنية. أما يعني مثل ما حكينا في بعض نعم كمان منطقة الساعد، كمان السقوط على الساعد. نعم. كسور أسفل الساعد كمان شائعة بمختلف الرياضات، خاصة يعني عندنا بالمنطقة يعني ممارسة كرة القدم بترافق كتير، خاصة كسور الساعد شائع عند الأطفال أكثر. إنه السقوط منطقة نوعا ما فيها ضعف معين، فما بيكون في حماية جيدة للساعد، فمنطقة مكشوفة نوعا ما، فممكن يصير في كسور. ولحسن الحظ علاجها وتدبيرها بيكون سهل ونتائجها كويسة الحمد لله. تماما. دكتور، رح وقف عند آخر نقطة اللي وصلتناها واللي حكيت عنها، هو موضوع العلاج. ترى كيف بيكون العلاج؟ ايمت بيكون دوائي، ايمت بيكون مثلا تدبير مثل ما ذكرتوا برباط أو بكذا، وايمت تلجأوا للموضوع الجراحة؟
هلا اجى المريض، فحصنا المريض، كشفنا الحالة، استعنا بالوسائل التشخيصية يعني سواء الأشعة أو الرنين أو الطبقي أو المحوري الفحص السريري. أو طبعا الفحص السريري هو البداية. أساسي. معظم الحالات يعني صرنا مكررين أكثر من مرة تحتاج إنه يعني تثبيت الطرف سواء ساعد أو ركبة أو يد أو كاحل بجبيرة معينة أو رباط معين على حسب شدة الأذية. هلا تمزقات الأربطة، تمزق الأربطة 3 درجات بالعموم، هي الموضوع أعقد من هيك، بس خلينا نقول 3 درجات. حلو جدا. الدرجة الأولى والثانية معظمها علاج محافظ. العلاج المحافظ تثبيت الطرف بوشاح معين أو برباط معين أو بجبيرة معينة. الدرجة الثالثة وهي أذية شديدة، أذية رباطية شديدة، ممكن تحتاج لتثبيت بالجبس أو حتى أحيانا إعادة وصل الأربطة، أو خلينا نقول إعادة يعني تصنيع للأربطة المتمزقة. بالركبة عندنا نفس التدبير نفس الشيء، ولكن الركبة في مفصل يعني له بنى خارجية وبنى داخلية. البنى الخارجية هي الأربطة المحيطة بالمفصل، الرباط الجانبي الأنسي الوحشي، الأربطة الخارجية للركبة، والرباط الرضفي من الأمام، الرباط خلينا نقول صابونة الإجر. وبنفس الوقت في عندنا الغضاريف الهلالية والأربطة المتصلبة، هدول بنى أو يعني تراكيب داخل المفصل. هلا هاي التراكيب داخل المفصل ممكن تتأذى بشكل شديد. فالإصابات الشائعة، والرياضيين إذا عم يسمعونا بيعرفوا قصة إصابات الغضاريف وهيك، صار الرنين المغناطيسي شخصنا الإصابة ببين لنا درجة تمزق الغضروف، وهي الدرجة اللي هي مثلا على حسب أعراض المريض وعلى حسب صورة الرنين المغناطيسي بنقرر إنه يا ترى هذا المريض بده راحة مع علاج فيزيائي في مرحلة لاحقة بيرجع بيترمم الغضروف إذا الأذية بسيطة، ولا لا يحتاج لتنظير مفصل الركبة وإصلاح التمزق الموجود. قبل كنا نفتح الركبة يعني جرح، هلا يعني نستأصل كامل منطقة الغضروف أو كامل الغضروف المتمزق، سواء كان الغضروف الأنسي الداخلي أو الوحشي الخارجي. نعم. هلا تغير الحكي، هلا صار عن طريق التنظير نستأصل فقط منطقة التمزق، يعني بنحافظ على الغضروف فقط منطقة، إلا بحالة لما يكون الغضروف كله متمزق، يعني الغضروف، وهي حالة نوعا ما قليلة يعني. فالرنين المغناطيسي ووجود التنظير المفصلي ساعدنا بكثير بأنه يعني إعادة مثلا إنه هل المريض هذا يعود بفترة يعني خلينا نقول وجيزة لممارسة الرياضة، إذا ما في أذية شديدة مرافقة. فيستأصل بس منطقة التمزق بالغضروف. إصابات الأربطة داخل الركبة سواء كان الرباط المتصالب الأمامي أو الخلفي نوعا ما أكثر تعقيدا من الإصابات، لأنه تتطلب بالتمزقات الكاملة إصلاح الرباط. هي كمان يعني عن جديد صرنا عن طريق التنظير نسويها، خاصة الرباط المتصالب الأمامي. الرباط المتصالب الخلفي إصاباته أقل، ولهلا يعني ما عندها الإمكانية هون إنه والله تصنيع رباط متصالب خلفي، ولكن لحسن الحظ إصاباته قليلة جدا. رباط المتصالب كمان إذا الأذية مو جزئية ممكن نكتفي بتقوية عضلات الركبة وبالعلاج الفيزيائي. أما إذا أذية شديدة وترافق مع عدم ثباتية بالركبة، يعني خلينا نقول انه مثلا المريض ما في يثبت اجره بشكل كويس، ما في يعني يمشي بشكل كويس، في عنده شيء نسميه حس الانهيار، يعني بيحس حاله كأنه ركبته بدها هيك توقع تنهار. هي بتصير بإذا إصابات الغضاريف والإصابات الأربطة. فهي الحالة بتتطلب إنه يعني نلجأ لتصنيع الرباط المتصلب. هي عملية نوعا ما أكثر تعقيدا، وإذا ما ترافقت مع أذيات شديدة أخرى بالركبة كمان نتائجها كويسة. بعد فترة إعادة تأهيل، يعني بعد ما تصنع الرباط في فترة إعادة تأهيل، في فترة علاج فيزيائي، بيرجع المريض نوعا ما، أو خلينا نقول الرياضي نوعا ما، لممارسة رياضته بشكل مقبول جدا. أكيد. قبل ما ننتقل لسؤالنا الأخير واللي هو بيخص النصائح الوقائية، بوجه تحية للأخ والعم جمال ملا حامد، طبعا وجهت له سلام وتحية للدكتور أبو آزو، أهلا وسهلا، ودمتم في علم طبي. شكرا لك العم أبو آزو. دكتور، بمواضيعنا دائما بنختم لقائنا بمجموعة من النصائح والوقائية للرياضيين، باعتبار موضوع حلقتنا هو كان اليوم يخص الرياضيين. طرق الوقاية من هالإصابات هاي. هلا أهم طريقة للوقاية هي تجنب الإصابة، يعني قدر الإمكان هون نكون يعني خلينا نقول لطيفين بممارسة الرياضة، خاصة نحن في منطقتنا معظم الرياضة هي هواية وليست احتراف. تماما.
هلا شيء تاني كمان انه يعني خلينا نقول الإحماء الجيد والتدريب الجيد بيعطي بنية عضلية جيدة، بيعطي مرونة جيدة للمفاصل وللعضلات وللأربطة. فحتى إذا حصل خلينا نقول أذية معينة أو سبب للأذية ما رح تكون أذية بشدة إنه والله إنسان يعني غير متمرن بشكل جيد أو غير مثلا معامل إحماء تماما. كما يجب. فممارسة الرياضة بلطف أكيد، والإحماء الجيد، التدريب الجيد، وطبعا الرياضة هي أخلاق قبل كل شيء. طبعا أكيد. فلما نجي نمارس الرياضة بأخلاق أكيد رح تكون نوعا ما يعني إذا في إصابة لا سمح الله تكون أذية أقل يعني. تكون الأذية أقل، والرياضة منافسة ومنافسة شريفة طبعاً. ومنافسة لذيذة. أكيد. بهيك بهالطرق يعني قدر الإمكان لا سمح الله إذا صار في أذية راح تكون نوعا ما أذية خفيفة، والتدبير الجيد لها راح يعطي نتائج جيدة. أكيد. بنهاية اللقاء الحلو بتشكر الدكتور لازقين حسن، أخصائي بأمراض العظام والمفاصل وجراحتها، على المعلومات القيمة. شكرا لكم دكتور. شكرا لك أستاذ عماد، وشكرا لجميع مستمعي إذاعة بوير FM. أهلا وسهلا. شكرا فيك. مستمعينا شكرا لكم وحسن استماعكم. بتشكر زملائي شيرين ولافا، كنت أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.